السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل غدوة بقى كده خفيفة وسهلة جدا. هنعمل مع بعض تشكيلة محشي حلوة، كمان هنعمل معاها بانيه. بس اهم حاجة بقى ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. كمية رز مغسولة طبعا حسب الخضار اللي انت هتحشيه، غسلاه ومصفياه. ومعايا بصلية كبيرة حمرا وبصلية كبيرة بيضة. دي طلعت بالصدفة، يعني اللي كانوا عندي بصلية حمرا وبصلية بيضة، ضربتهم كده في الكبة نعمتهم. وكمان ضربت فلفل أخضر بارد أو حراق زي ما تحبي، ضربته في الكبة. ومعايا الخضرة بقى بقدونس وشبت وكزبرة. وهنزل بقى بالطماطم اللي انا مسبكاها. الطماطم دي كنت لسه مسبكاها بالليل، فسبت كده كيسين بره، ما حطهمش في الفريزر. هصفيهم كده على الخضار بتاعنا. وطبعا انا بحب بقى احط طماطم كده فريش على المحشي. فرحت واخده 3 4 طماطمات، فضربتهم في الكبه كده خشنين، ورحت حطاهم. وساعات بقطعهم قطع صغيره. وهبتدي بقى احط البهارات بتاعتي، احط الملح المناسب، واحط بقى بهارات المحشي اللي انا كنت عاملاها قبل كده معاكم. بهارات المحشي دي ريحتها ما اقولكوش حلوه جدا، وبتخلي المحشي طعمه حلو جدا جدا. هزود بقى معاها شويه فلفل اسود وشويه كمون كده صغيرين، وطبعا وشويه شطه، ده اختياري. واحط شويه زيت بقى كده حلوين. الزيت بيخلي المحشي يبقى مفلفل وطعمه حلو جدا. بحب اعمله بالزيت قوي. واقلب بقى كل ده مع بعض، اخلط كل المكونات دي كده كلها مع بعض. ومعايا الخضار بقى اللي احنا هنحشيه، بتنجان وكوسه، ومعايا جزر. طبعا البتنجان قبل ما اقوره بطريه الاول على ايدي، على الرخامة كده بطريه، بعد كده اروح مقوراه بالشكل ده. والكوسة نفس الحكاية، بجيبها وبقورها وبديها كده خطوط بالمقوار، بيبقى فيه حتة كده مشرشرة بروح عاملة له خطوط. والجزر نفس الحكاية بالمقوار، رحت مقوراه ومفضياه كده. وجبت بقى بصلية كبيرة، شلت القشرة من عليها وشلت الحتة اللي تحت والحتة اللي فوق، ورحت من النص كده عاملة لها فتحة. ورحت سلقاها في شوية مية نص سوا، مهرهاش. وكان عندي في الفريزر اللي هو الممبار الرفيع الضاني، قلت بقى اعمل شوية كده صغيرين معاهم. هجيب البايركس او هجيب صينية عشان هعمل المحشي فيه. احط لها فيها شوية زيت واحط القلب بتاع الكوسة. وكان عندي فايضين حتتين كده من طرنشات بالبصل، وجبت طماطمايه كده وقطعتهم طرنشات وحطيتهم عليه. وهبتدي بقى احشي في الكوسه. خدت كوسايه كده واحشي بقى فيها الرز، بس بالراحه مش هكبسها جامد. ادخل الرز وبصبع الرفيع ده اروح مدخله الرز بالراحه، واحاول ما اكبسهاش جامد عشان الكوسه ما تفرقعش مننا. احط كده فيها بالراحه عشان كمان اخلي الرز يتنفس، لان الرز بعد كده لما يستوى هينفش ويلاقي مكان ما يفرقعش الكوسه. وهاخد واحدة بتنجانة ونفس الحكاية برضو، احشيها كده بالراحة واحاول ما اكبسهاش جامد. وبرضو معايا كمية فلفل الوان، هاخد كده فلفلاية كبيرة صفرة، جاية من فوق كده وقطعها بس مش غطي الاخر، عاملة لها الغطا منها فيها. احشيها برضو بس مش هكبسها برضو جامد. اخلي برضو مكان للرز عشان لما يستوي. وهاخد جزرايه بقى واحشيها. طبعا الجزرايه برضو مش هتاخد معايا حشو كتير. على فكره الكوسه ما بتاخدش حشو كتير خالص، ولا الجزر. اللي بياخد حشو كتير شويه الفلفل والبتنجان. بس نحاول على قد ما نقدر ما نكبس الحاجه عشان ما تفرقعش مننا. احشي الجزرايه برضو بنفس الشكل وبالطريقه دي. وهاخد البصلايه بقى اللي انا سلقتها نص سوا، واقعد بقى اورق كده الورق بتاع البصل. شايفينه بيطلع معايا بكل سهوله، ونحاول ما نقطعهوش، نطلع واحده واحده سليمه. هناخد كده اول رقه كده ونحط شويه رز ونلفها. شايفين بكل سهوله بتتعمل وشكلها حلو جدا. طبعا انا مش عارفه اوصف، فانتوا شوفوا الطريقه زي ما بيتعمل. وطعم البصل بيبقى حلو جدا جدا. هاخد ورقة تاني كده من البصل. شايفين بطلعه بكل سهولة وبالراحة عشان ما يتقطعش معانا، عايزاها تبقى سليمة. واحط فيها كده شوية رز واروح لفها. شايفين بتلف بكل سهولة، وشكلها وطعمها بتبقى حلوة جدا. خلصت الصينية بتاعتي زي ما انتوا شايفينها. شايفين الالوان شكلها حلو وطعمها يبقى احلى. اخدت شويه من خلطه الرز حطيتها في طبق. وجبت بقى الممبار بتاعي. الممبار دوت بص، يعني صعب شويه كده في الحشو بتاعه، فرفيع، فلازم يتحشى
بالمحقن. احطه، شايفين كده، احطه في المحقن واحاول ادخله شويه كده، شويه رز صغيرين، ما اكبسهوش رز، يعني المحقن ما اكبسهوش رز، احط شويه رز كده صغيرين، واضغط عليه كده بصبعي بالراحه علشان يدخل، وكل لما يدخل شويه امسك كده المنبرايه من تحت وافرد الرز واخليه مفرود وما اكبسهوش. هو بص بينزل واحده واحده لان طبعا المنبار دوت ضيق قوي، شايفينه عامل ازاي؟ فدخل واحده واحده واقعد افرده كده من تحت. انا طبعا هعمله بقى مع نفسي لان بصراحه الجلافز مضايقني. بعد بقى ما خلصت انا عملت كميه صغيره ما عملتش كتير. حطيت بقى حله على النار وفيها ميه وسبتها لما تغلي. حطيت بقى فيها بصلايه وطماطمايه وورق لورا وشويه فلفل اسود، ما حطيتش ملح. واول ما غليت كده هنزل بقى بالممبار بتاعي، شايفين الممبار عامل ازاي؟ ما كبستهوش على الاخر علشان خاطر ما يفرقعش مني. وهسيبه بقى يستوى ومش هياخد وقت كتير زي سوى الرز. بعد كده بقى كان عندي شوية شوربة سخنتها وحطيت عليها صوص الطماطم اللي بيكون في الخلطة بتاعت الرز، بيبقى فايض منها كده شوية صوص كده أحمر. حطيتها مع الشوربة وسخنتهم كويس قوي وظبطت طبعا الملح بتاعهم. وحزق بقى المحشي بتاعي، طبعا الكوسه بتنزل ميه وانا من تحت حاطه القلب بتاع الكوسه برضو هينزل ميه، يعني الخضار هينزل ميه، فانا مش هغطي المحشي كله بالميه، هخلي الشوربه بتاعتنا لغايه النص بس. وبحط في الفلفل كده شويه علشان خاطر يستوى ويبقى مفلفل. الشوربه واصله لنص المحشي بتاعنا. هرش كده على الوش شوية زيت عشان يطلع مفلفل وحلو. هجيب بقى دلوقتي ورقة زبدة وورقة ألمونيا وهغطيه عشان يستوى معايا كويس. دخلت البانيه في الفرن كده علشان يستوى، هيقعد معايا ساعة بالظبط. قلت بقى ايه، اتبل شوية بانيه. جبت البانيه طبعا مقطع معايا جاهز زي ما انتوا شايفينه، غسلته طبعا بالملح والليمون والدقيق وصفيته كويس قوي. دلوقتي بقى هحط عليه مية بصل وهحط عليه ملح وبهارات البانيه اللي انا عاملاها برضو في البيت. بس كده مش هحط حاجة تاني، بهارات البانيه تغنيني عن اي حاجة تاني. هقلبهم بقى مع بعض كويس واحط عليه كده معلقتين زبادي. الزبادي بتخلي البانيه بيطلع طري كده وحلو قوي. وهقلب بقى كل ده مع بعض واسيبه بقى يتبل ساعتين تلاتة لغاية ميعاد الغدا. بعد كده بقى جبت بيضايه وضربتها كده بالمعلقه وهنزلها على البانيه. بدل بقى ما اعمل دقيق وبيض وبقسماط، لا رحت اختصرت، رحت حاطه البيضه كده فوق البانيه وهقلبهم مع بعض. وهجيب بقى الفيجيتار، انا معايا فيجيتار جاهز، احطه كده وهتبل بقى البانيه. والايد اللي استعملها في البانيه ما استعملهاش في البقسماط. دلوقتي بقى ممكن بقى نحط زيت على النار ونسخنه ونحط فيه البانيه بتاعنا، لكن انا هقليه دلوقتي في الاير فراير. بيطلع الحاجة بقى كده حلوة، لا شوربة زيت ومستوية وحلو جدا. هفرد فيه الورق المخصص ليه، احط البانيه وهروح دهناه زيت بسيط. انا دهنه كده يعتبر زيت كتير، هدهنه من ناحيتين بس احط زيت خفيف، مش زيت كتير، انا كده كترت. وهدخله بقى اشغله على درجة 160 لمدة ربع ساعة. وفي نص الوقت لازم اقلب كده البانيه على الناحية التانية. ورحت محطة معاه واحدتين ممبار برضو، قلت حمر البايركس بتاعي بتاع المحشي بقى. بعد ساعة طلعته، شايفين شكله؟ الله تحفة، حلو جدا. شايفين المحشي عامل ازاي؟ حلو جدا. ولا البصل كان طعمه تحفة، كان حلو جدا. البانيه بقى لا شارب زيت ولا حاجه، حاجه صحيه كده وحلو جدا. وشايفين الممبار برضو حمرته في الاير فراير، الله على الجمال، ولا شارب زيت ولا حطيت زيت كتير ولا اي حاجه، هي نقطتين زيت بس بيحمر لك بالشكل ده. والمحشي بقى طعمه حلو جدا زي ما قلت لكم، البصل والفلفل. ولا بقى الجزر، جربوا الجزر، الله على جماله، جربوه هيعجبكم باذن الله. وما تنسوش بقى اهم حاجه اللايك والمتابعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.